السلام عليكم ورحمة الله. اخواتي وحبايبي الغاليين، اخباركم ايه؟ يا رب يا حبايب قلب ام محمود تكونوا بالف خير. النهارده يا غاليين هنعمل مع بعض كده طاجن هيعجب حضراتكم، مش طاجن، قالب هيعجب حضراتكم جدا. في مجموعة فواكه بس احنا هنعملها بطريقة مختلفة، وهتبقى فيها مجموعة فواكه اللي احنا بنحبها وبنفضلها، بس في الاخر هيدينا طعم حلو جدا وشكل كمان حلو جدا. هنسمي بسم الله ونقول بقى المكونات اللي عندنا ايه. الفاكهه اللي موجوده عندي انا عندي تفاح، عندي مشمش، عندي موز، وكمان عندي فراوله. اتفقنا كده؟ اي فاكهه تاني موجوده حلوه، يعني اي فاكهه انا بفضلها هتبقى حلوه جدا. زودنا فوق الفاكهه دي فاكهه تاني بتدي قيمه غذائيه وطعم كمان احلى. ايه بقى كمان انا عندي هنا جيلي فراوله، حبينا نحط جيلي اناناس، ماشي، اي نوع جيلي انت بتفضلي طعمه، تمام، الدنيا حلو. كل اللي هعمله ان انا دلوقتي قبل ما هقطع الفاكهه هسخن، عشان انا عايزه الجيلي بس مش عايزه الجيلي يبقى الخفيف قوي. فانا عندي هنا 2 باكو جيلي. المفروض هما بياخدوا، كل باكو بياخد مثلا كوبايتين ميه، فانا هحط للاتنين باكو 3 كوبايات ميه بالظبط. هغلي بقى كوبايتين على البوتاجاز وارجع لكم تاني يا حبايبي. بصوا حبايب قلب ام محمود، انا حاطه هنا كوبايتين غليت الميه، وعندي هنا بقى كوبايه ميه عاديه، يعني ساقعه لو موجوده افضل يعني. وهحط دلوقتي الاتنين الباكت قبل ما اعمل اي حاجه، عشان ايه؟ يبردوا بس شويه قبل ما احطهم على الفاكهه. هفضي اول باكو كده، فاضي الباكو التاني. وزي ما قلنا انا لما بحط، هو المفروض لو جيلي عادي احنا بنحط كوبايتين وكوبايتين، يعني الباكو بياخد كوبايه وكوبايه، بس انا مش عايزاه يبقى خفيف قوي عشان يمسك في الفاكهه اكتر. فانا هحط هنا كوبايتين، هقلب بقى كده. بصوا كده، انا عايزاه بس ايه، يبوش قوي قوي كده. اتفقنا كده؟ الفه قوي كده، لازم يبوش مني خالص قبل ما احط له كوبايه الميه الايه اللي موجوده عندي الساقعه افضل يعني. اروح بقى مزوده عليه كوبايه الميه دي. بصوا يا حبايب قلبي، انا كده قطعت الفراوله كمان ولفيت كده، يعني قعدت امسك الطبق كده الفه فوق وتحت كده لغايه ما ايه، ما خلطت الفواكه كلها مع بعضيها. هسمي بسم الله بقى واقول لكم هنعمل ايه. انا عندي الطاجن اهو، هحط بالظبط، يعني انا هوريكم انا هحط نقطه زيت قد ايه. هي متهيألي مش هتبقى باينه يعني، حاجه كده. بصوا غاليين، بصوا اهي، شايفين؟ حاجه لا تذكر. هلفها كده في الطاجن بتاعنا عشان الفاكهه لما اجي اقلبه ما تلزقش فيه. بصوا بقى يا حبايبي، هبدا اسمي بسم الله كده، وابدا بقى ايه، انزل الفاكهه بتاعتنا اهي. اي نوع فاكهه موجوده عندك يا غاليه هتبقى حلوه جدا وهتقضي الغرض، وقيمه غذائيه وحاجه حلوه كده في البيت، بالذات بقى كده لما تبقى ساقعه. يا خرابي على الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا اسمي كده وابدا احط الجيلي بالراحه كده عشان ايه، ما يتدلدقش مني. حبايب قلبي احنا كده هاخده بقى احطه باذن الله في الفريزر. اول ما يجمد باذن الله هنيجي بقى مع بعضينا ونقلبه ونشوف بقى الدنيا فيها ايه. حبايب قلب ام محمود، انا كده خرجتها من الفريزر، يعني هي بقى لها كده في حدود ساعتين. هسمي بسم الله بقى كده ونقلبها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا، بسم الله. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ مجموعه فراوله مع الجيلي، حاجه حلوه كده في الحر ده وكده، نقطعها بتدي طعم خطير. يلا بينا نقطع مع بعض حته حلوه صغنونه كده. بسم الله. واو، بالفاكهه الحلوه دي. ايه رايكم بقى في جمال؟ بصوا يخرش على الجيلي وجماله. بصوا بقى نقطع كده اهو، ما شاء الله، جيلي بالفاكهه، حاجه كده وهم. استنى اما ندوق. جميله والفاكهه تحفه. وهني بقى معاكم الفيديو عشان انا بصراحه ربنا عايزه اكل الطبق الحلو ده بالفاكهه. واسيبكم يا حبايب قلب ام محمود، واشوفكم باذن الله. اولا اسيبكم في خير، واشوفكم باذن الله على خير، وباذن الله بقى نتقابل في الفيديو الجديد. وقبل ما انهي الفيديو ما تنسونيش في لايكاتكم الحلوه والكومنتات الجميله، ونفعل زر الجرس عشان اي حاجه ام محمود تنزلها توصل لحبايبي. هسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه